الحولي غالي بزاف هاد العام، جملة كنسمعوها كل سنة، ولكن واش فعلا المشكل في الحولي ولا المشكل الحقيقي هو أننا ما بقيناش كنتخلصوا بما يكفي باش نعيشوا بكرامة؟ اليوم كل شي غلا، الماكلة، الكراء، النقل، مواد البناء، وحتى أبسط الحاجيات اليومية، ولكن الأجور والدخل بقاو تقريبا كيف ما هما. حتى الحرفيين والناس اللي خدامين بيديهم بزاف منهم مازالين كيبيعوا الخدمة بأثمنة قديمة، رغم أن الأدوات غلات، التنقل تزاد، والمسؤولية ولات أكبر. كاين اللي كيخدم من الصباح حتى الليل، خدمة متعبة وخطيرة، وفي الأخير كيحشم يطلب الثمن الحقيقي ديال خدمته غير باش ما يهربش الزبون. المشكل ماشي في الحولي فقط، المشكل أن قيمة تعب الإنسان ووقته وخبرته ما بقاش كتقدر كما خاصنا نتعلمو نتمنو راسنا وخدمتنا، حيت أي واحد تعب سنوات باش يتعلم حرفة أو مهنة من حقه يعيش منها بكرامة، حيت الثمن ما كيتحددش غير بالمادة بل كذلك بالمجهود، الخبرة والوقت والمسؤولية. عطيونا الرأي ديالكم في التعليق، واش فعلا الحولي اللي غالي ولا الأجور اللي مازال دون المستوى؟